قبل لا تتمنى شيء لنفسك تمناه لأمك وأبوك. أذكر الجمس جبت هدية حلوة اللبن، والله أول من فك بابا هي الله يرحمها ويغفر له، وقليل في حقها والله العظيم، قليل في حقها يا جماعة الخير. أذكر أول ما جبت لها تقول لي يا ولدي أنت من وين جبت؟ أنت لا وظيفة ولا شيء، من وين جبت دراهم؟ قلت يا يمه أنا ما أخذ أقساط وقصده والله إنه عادي، لكن ما دام إنه لك بيسرها الله، ودائما النية طيبة تخدم صاحبها. وسبحان الله والله ما تجي كل نهاية شهر يا جماعة الخير إلا قصده متوفر. كنت ألعب مباريات من هنا في فلوس لين أجيب قصده. في مرة مر علي شهر ما في كورة، وأخذ وأكد عليه للمدينة وأعود وأجيب قصده. اللي يسألني يقول لي يا عز أنت طلعتها اقساط بدون وظيفة كيف؟ أولا الجمس هذا مو باسم خويي، أول ما أخذه أول شهر قال لي يا عز والله إنه قصده عالي ما أقدر أتحمله. قلت يا ولد أنا من أول بطلع موتر لأمي والله ما أملك موتر أنا يا جماعة الخير. قلت أنا أول بطلع موتر لأمي، بس كل ما أروح لشركة يقولون لازم تتوظف، لازم تكون على وظيفة، فأنت جيت والله اللي جابك هات أنا أتحمله وأخذ وأسوي تفويض، وما بقي له سنة وينتهي إن شاء الله، وأخلص من هدية الوالدة بإذن الله تيجي هدية الوالد. فدائما قدموا والديكم على أنفسكم وابشروا بالخير، ابشروا بالخير. طبعا شوفوا قلب الأم يا جماعة الخير، والله العظيم مثال يعني ما تفرح بهديتها، لا تشيل هم كيف ولدها يدفع وهو ما عنده وظيفة. والله 2.5 يا جماعة الخير ويتلزم علي يوميا، يمكن كل ما نسيها أتذكر يا ولد رجع الجنس، يا ولد رده، يا ولد رده، يا ولد حنا في غنى عنه رده. أقول والله ما دام إني صبرت لك يا يوم إنه ما يرجع. راحت وخلت هديتها الله يرحمها ويغفر لها. والله مع جو واجد يبون يشترون الجيمس، قلت والله لا تدفعون 10 مليون إن الجيمس ما ينباع، ما دام في من ريحتها والله يقعد لين الله ياخذ أمانته. والرسالة اللي بوصلها لكم يعني يا جماعة الخير تمنوا لوالديكم قبل لا تتمنون لأنفسكم، وابشروا بالخير وابشروا بالعوض الجميل اللي الله بيشرح صدرك فيه، ما دام تفرحهم وتشوف فرحتهم في وجيههم والله انها بكنوز الدنيا كلها والله.